هاي ازيكم. النهارده جايبه لكم احدث الاصدارات من افلام نتفليكس. فيلم ليفت من بطوله نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت، ومن اخراج المخرج الكبير اف جاري جراي، واللي عمل افلام مهمه كتير زي فيلم فرايداي وفيلم ذا نيجوشيتور او المفاوض، واللي كان من بطوله كيفن سبيسي وسامويل ال جاكسون. كمان عمل مجموعه اجزاء من فاست اند فيوريوس، وعمل فيلم مهم سنه 2003 اسمه ذا ايطاليان جوب، واللي كان من بطوله مارك ويلبرج وشارليز ثيرون، وقصته شويه شبه قصه فيلم ليفت. قصه الفيلم بتحكي عن مجموعه بيسرقوا اهم الاعمال الفنيه القيمه على مستوى العالم، سواء لوحات او تماثيل او اي عمل فني. بيصادف وجودهم في مزاد في فينيسيا مع عميله من الانتربول او البوليس الدولي، بتحاول انها تقبض عليهم، لكن بعد كده بتتحول وتبقى معاهم في المهمه اللي هيعملوها لسرقه 500 مليون دولار من الذهب من طياره في نص رحلتها. هيعملوا كده ازاي؟ لما تتفرجوا على الفيلم. فيلم ليفت من نوع الاكشن والكوميدي والسسبنس، وعمل انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا واخد اشادات واسعه على مستوى العالم. تقييمي للفيلم انه فيلم كويس لايت وخفيف، خاصه انه مدته قصيره ساعتين الا ربع تقريبا، وبنصح كل الناس انها تتفرج عليه لان اي حد يقدر يشوفه من سن 4 سنين. ده كان ريفيو سريع عن اخر اصدارات نتفليكس فيلم ليفت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.